الوصفة تاع اليوم بدون بيض. البيض راه غالي، يا أكيد راح نديرو حاجة نشربو بها القهوة لكن بدون بيض. هيا البنات اليوم الوصفة تاع الكروكي بدون بيض، راح نديرو بوصفة بمكونات اقتصادية وروعة روعة في البنة. شوفوا البنات التراوة راح يجيدو في الفم والهشاشة ما عندي ما نقولكم فيها. هيا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واكيد اكتبوا لي تعليق زوين. هيا شكرا، حبيت نشكر كامل البنات اللي سقساو عليا. المهم البنات الوصفة فيها كاس نتاع السكر، الكاس اللي تحبوا تعبروا به ديروه البنات. انا درت كاس سكر، الكاس نتاع الزيت ورشه نتاع ملح ضروريه البنات، ومعاهم مغرف تاع لافاني. تقدروا تزيدوا قشور تاع ليمون ولا نتاع اي نكهه تحبوها. خلطوا البنات مليح بالباتور ولا بالفوي اللي عندك اختي ولا خويا تقدروا ديروها. تخلطوا بها مليح حتى لو كان بيدك، المهم الحليب نوعا ما يختار الزيت عفوا والسكر يدوب. وكما راكم تشوفوا هنا نفس الكاس اللي كيلت به رايحه نكيل به الحليب البنات. انا هنايا ماهوش بارد من الثلاجه، عادي دافي. كيما راكم تشوفوا البنات راني نخلط انا بالباتور وانتم تقدروا تخلطوا باي حاجه عندكم حتى يذوب لي السكر البنات. هنا عندي بنفس الكيل البنات، نفس الكاس هذا كنو فيه الحليب ما حبيتش نكيل به. الكاس هذا اللي كيلت به انايا 250 يهز. شوفوا البنات هنايا درت كيس نتاع فرينه، هذا اول كاس راح ندير معاه كيلة ولا 15 غرام تاع خميره الحلوى عفوا. خميرة الحلوى البنات لازم تغربلوها باش ما ديرلكمش هكا فقاعات الكروكي تاعكم. كيما راكم تشوفوا البنات راني نخلط غير يعني المكونات الاولى. هنايا رايحه تقدروا تزيدوا مغرفه نتاع نشا، انا نسيتها لكن راح نديرها من بعد. هنا شوفوا البنات المكونات تاعي كامل تخلطوا وتجانسوا مع بعضهم يعني يعطونا قوام هايل. شوفوا البنات هنايا درت مغرف نتاع نشا معمره مليح. البنات الكيله اللي عندكم البنات تقدروا ديروه، ما تتقيدوش بالكاس اللي درت به انا. هنا البنات كما راكم تشوفوا الكاس الاول دخلناه وهذا الكاس الثاني راح نديرو بالتدريج، يعني كل ما نشوفوا العجينه يعني احتاجت ولا اختصت راح نزيدو. وكما شفتوا اليوم الكروكي تاعنا راح نديرو بطريقه يعني نوعا ما جديده، ولا كما نقولوا ندخلوا الكروكي فيه شيكولا راح يجي روعه روعه روعه. طريقه بسيطه ماشي رولي لكن راح يجيك شغل محشي. البنات هذا الكاس الثالث راني ندير فيه بالتدريج، درتو كامل. رايحه نزيد هذا الرابع نورمالمون رايحه نديروه بالتدريج. الرابع لازم البنات نديروه بالتدريج لانه رايحين نقسموا العجينه. شوفوا مازال هذا تلصق. كي نشوف انا هنايا درت نص الكاس هذاك الرابع درت نصه. رايحه نحاول نتوقفوا هنايا مش راح نزيد. شوفوا القوام تاعها يعني نقدر نقسمها. شوف البنات بعد ما غسلت يدي لقيت روحي نقدر نتحكم فيها. انا مازالها خاصها فرينه، رايحه نحك كميه قليله مش راح نحك يعني الكميه القليله رايحين نحوها وحدها، والكميه الكبيره رايحين نكملوها بالفرينه كما راكم تشوفوا. شوفوا هذاك نفس الكاس يعني اللي درنا به راح نحملوا تقريبا 2 معالق نتاع فرينه ونلمها. كما تعرفوا عجينه الكروكي تبغي تكون شويه طريه ماشي يابسه باش يجيكم هشيش ويدوب في الفم. شوفوا البنات راني دايره ليكون لانه مازالني مجروحه في يدي مانيش حابه حاجه تمسها. كما راكم تلاحظوا هنايا هذه العجينه الاولى شتو الملمس تاعها والقوام تاعها. اما العجينه الثانيه كما قلت لكم كميه قليله راح ندير فيها 2 مغارف نتاع كاكاو. انا درت الكميه كامله اللي شفتوها دركا فيها 2 مغارف رايحين كاكاو بني مر روعه هاد البنات. وننصحكم انكم تختاروا نوعيه مليحه باش يجيكم الكو نتاع الكو تاع الكاكاو بنين. كما راكم تشوفوا البنات انا رايحه نقسم العجينه الاولى او تاع لافاني على 3. انا درتهم شويه كبار، تحبوا ديروهم صغار صغروا، لكن الكميه اللي عطيتها لكم تاع الكاس 250 هذا واش يعطينا البنات. انا هنايا وزنتهم باش يجوني كامل نفس الكيل. هنا طاحت لي 314 كل تقريبا، غير واحده جاتني 313. كما راكم تلاحظوا البنات هنايا رايحه نقسمهم هكا ونحطهم ديبول.
ونفس الطريقه نديروها مع العجينه تاع شيكولا. كما راكم تلاحظوا راح نقسمها على 3، كل وحده راح نحشوها. الطريقه هذه سهله في الحشوه، يعني مش راح تجي صعيبه، يعني راح تجي اسهل ما يمكن. راح تلاحظوا معايا الطريقه وراح تجيك اكيد سهله، وراح تجربوها. وكما تعرفوا مع دخول المدرسه نحبوا هكا نمدوا هكا حاجه بنينه ولا حاجه مليحه في قهوه الصباح. كما راكم تلاحظوا البنات، هنا شوفوا الطريقه راهي سهله مهله. راح نديروا الحربوش كيما مالفين نديروا الحربوش نتاع الكروكي عادي، لكن رايحين نفتحوه كي شغل رانا حابين نحشو مقروط تاع التمر. شوفوا البنات هنايا فتحتها. الاولى ديما راح تجي شويه هكا صعيبه، مش راح تفهموا لها. دوك نعاود لكم واحده وتفهموها احسن. شوفوا البنات حلوها قيس الحربوش الاول، وتكون صغيره عليه، يعني في الحجم ولا في الميزان تكون اقل. كما راكم تلاحظوا البنات، شوفوا بعد ما بسطتها ونخلي لها البلاصه تاعها كما راكم تلاحظوا ماشي حاجه. ومن بعدها رايحين نعبزوها شويه فقط ونلموها كيما هكا شغل رانا نخدمو في المقروط. شفتوا الطريقه البنات؟ مكاش اسهل منها واسرع منها، احسن من انه كيما الكروكي الرولي راح يجوا الخطوط باينين تاع شيكولا، خط ابيض وخط اسود. هذه راح تجيك شغل محشيه كروكي محشي كيما طريقه المقروط. كما راكم تلاحظوا طريقه سهله، راح نحربشوه بهالطريقه فقط، يعني نعطوه شكل مستوي. ان شاء الله تكون طريقه بسيطه وواضحه. راح نجيبو صينيه. هنا البنات انا كي بديت نشكل في الحرابش راني وقتها مسخنه الفور على 180 درجه. لازم البنات تسخنوه قبل باش كي يدخل باش كي يدخل يتعرض لدرجه الحراره ويبدا يطيب. المهم البنات شوفوا رايحه نسوي لكم الحبه، اعطوها لا فوق نتاع الكروكي عادي كيما متعودين عليه. انا راني حبته شويه هكا يجي مسطح، ماشي حبته بومبي، يعني راح نفتحه قد ما نقدر وتجيني الحبه متوسطه، ماشي صغيره وماشي كبيره. واللي يحبها بحرابش كبار يقسم العجينه هذه اللي درناها على زوج، راح يجوا حرابش كبار ما شاء الله، لكن انا حبيتهم يجوني متوسطين على هكا راح نديرهم 3 حرابش. واللي حابه تجرب يعني ولا تحب دير كميه قليله دير نص كاس، يعني من كل حاجه نص كاس نص كاس نص كاس، فهمتوني؟ يعني صراحه البنات ما كانش فرق بينه وبين الكروكي تاع البيض، صراحه ساهل. شوفوا البنات الطريقه يعني اللي غنعاود لكم الحربوش هذا نحلوها عادي، ما نحلوهاش بزاف، نحلوها قيس ما نقدروا نجمعوها، ما تحلوش بزاف باش ما تلملكمش تجي صعيبه في التجمع. شوف كيما هكا البنات، شوفوا العجينه راح تساعدكم بزاف، ما تيبسوهاش وما تطروهاش، راح تجي روعه. شفتوا الطريقه البنات سهله. انا هنايا في الصينيه هذه درت 2 حرابش وراح نزيد الحربوش الثالث وحده. صراحه البنات اقسم لك بالله والله على الله شهيد على ما اقول، عجبتهم الدار بالسيف، ما فرقوش بينه وبين الكروكي تاع البيض. وبانت لي انه محبوا هذا اكتر من تاع البيض. تاع البيض يجي شويه يابس، هذا جاي طري لانه الحليب يطري شويه ويجي هشيش وفيه نشا، يعني جاني هذا اطرى من الاخر. تاع البيض يجي شويه مقرمش بزياده. وهذا يعني كي طيبوه البنات ما تخلوهش برا، لازم البنات ديروه في بورتمونجي. اي حاجه تحطوها برا رايحه تيبس، مش راح ييبس هو، لكن يعني شويه اكيد كي تخليه برا بدون بورتمونجي ولا تغطيه راح ييبس. ديروه في بورتمونجيات. انا درتهم في العلب هذوك اللي يبيعوا فيهم البيتي فور وهذوك صوالح، درت هكا 2 علب. الكميه هذه خرجت لي 2 علب نتاع الكروكي. شوفوا البنات بما انه البيض ما كانش يعني ماشي راح نديروا ابدا في هذه الوصفه البيض، باش راح ندهنوه البنات راح نديروا كميه من الحليب، كميه قليله ما تكثروش البنات لانه الحليب سائل، يعني ما تحتاجوش كميه كبيره. زدت له شويه كاكاو وشويه قهوه. القهوه البنات ما بانتش في الفيديو، درت شويه قهوه
والكاكاو، خلطهم مليح مليح حتى تجانسوا، واذا شفتوها باللي ناقصه زيدوا ودهنوا عادي. ما كانش فرق بينه وبين تاع البيض لك، والعكس البنات هذا ما فيهش ابدا الزفره تاع البيض، راح يجي بزاف بنين وراح اكيد راح يعجبكم. وانا مادامني متاكده من الوصفه وعجبت ناس داري، اكيد راح نحطها لكم وراح نضمن عليها، لاني مش راح نحط لكم حاجه مانيش مجربتها ولا مانيش عجبتني ولا اصلا ماهيش حق التجربه. مانيش راح نحطها لكم ابدا في اليوتيوب. كيما راكم تشوفوا البنات راح ندهنهم مليح، انا نحبهم هكا يكونوا اللون تاعهم باهي. راح نجيب فرشيطه نديروا لها التزيين التقليدي. تحبوا ما ديرولهاش الفرشيطه، تقدروا طيبوها بلا ما تدهنوها اصلا وتزينوها بالشيكولا السائله عادي، تذوبوا باطا شيكولا وتزينوها كيما تحبوا نتوما. انا عطيتكم الوصفه وانتم حرين في التزيين وفي الطريقه اللي تحبوا تزينوا بها. انا راح نديرهم غير للدار، يعني رايحين نفطروا به قهوه الصباح. راح نديروها في الفرن البنات على 180 درجة، راح تاخذ لكم يعني على الأقل نص ساعة، راح تكون واجدة من الفوق ومن تحت. حمروها مليح، أنا نحبها ديما محمرة مليح. راح نحمرها كيما راكم تشوفوا هاي هنا بعد ما طابت لي وتحمرت لي بيان. هنا ممكن الفوطو ماهيش مبينة ولا الفيديو ماهوش باين مليح. كما راكم تشوفوا راح نحطهم في طاولة العمل وراح نقصهم عادي شكل الكروكي التقليدي. ومن بعد ما نقصهم البنات راح نعاود نحطهم واقفين كما نقولوا، ونعاود نرجع نحمرهم في جنابتين. انا كما قلت لكم نحب الكروكي ياخذ البنه تاع التحمار هذيك، راح يجيكوا ولا اروع. يعني ما نحبوش هكا يكون ابيض في جنابتين، نحبه يكون احمر. ومازالوا سخون البنات، راح نقطعوه. شوفوا البنات النتيجه، يعني شفتوا كي شغل جاي محشي بالتمر ولا كيما نقولوا كيما الكروكي، جا هايل. والبنه البنات زات النص في هذاك الكاكاو الوسط، وتقدروا تستغنوا على الكاكاو وديروها مباشره. راح يجيكم واحد الربعه نتاع ليبول تاع عفوا تاع الكروكي حرابش. قطعوا غير بالعقل وما ننصحكمش بالموس تاع المنشار لانه راح يفتته لكم. قطعوا كيما هكا بموس عادي راح يجي روعه روعه. شوفوا البنات هايل هايل. وهذه هي كانت وصفة نهار اليوم، كروكي محشي بالشوكو بالكاكاو، راح يجي ذوق ولا اروع. كروكي مش راح تفرقيه بينه وبين نتاع الكروكي تاع البيض، نتيجته مضمونة ومقاديره بسيطة واقتصادية. راح يجي هايل البنات، جربوه وردوا لي بالاخبار. والطريقة اللي وريتها لكم نتاع الحشو سهلة وبنينة. المهم البنات اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. الى اللقاء.